هاي البناية هاي نزلت شباب، هاي البناية نزلت على السيارات هذا الشكل هذا. بالأرض هذا القبو كان ساكنين جماعة من قرايبنا، تمام، والحمد لله رب العالمين ما حد صابوا شيء. عيلة يمكن عددها شيء 20 نفس، 20 نفس كانت تحت البناء هذا. هذا البناء تحته 20 نفس، طبعا سوريين. فشوفوا السوريين دائما يسكنون بالقبو بالأرضي لأنه مو متعودين على الطوابق والشي هاي وكذا، وهذول تراك يسكنون فوق. فشوفوا سبحان الله رب العزة والقدرة حماهم الله سبحانه وتعالى، طالعهم من البيت سالمين غانمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والله قدرة إلهية، قدرة إلهية اللي طالعت هالأطفال والنساء من هالمكان، والحمد لله رب العالمين. الحمد والشكر لك يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لك يا رب العرش العظيم. الحمد لله. إن شاء الله إنه الله سبحانه وتعالى يحمينا يا السوريين ووين ما رحنا. هذا الأخ اللي طالع عيلته من تحت الركام. أخويا شلون صار معكم أول ما طب الزلزال؟ والله شنو صار معانا؟ جانا هالزلزال بهالليل، طزت البناية على جنبها وقعدنا وابتداية على البيت من الجنب من هنا ومن قادي، وطلعنا عاد احنا بالليل من هنا الحمد لله. من قادي من هاي الفتحة؟ لا طلعنا من هنا. أهلك طلعوا من هنا؟ ايه من هنا الحمد لله، من هذا الباب؟ إيه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتكم أخوي، وهاي قدرة الله سبحانه وتعالى اللي حماكم رب العالمين، وإن شاء الله جعلها أكبر المصايب يا رب. الحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين.